دكتور، حضرتك مع أم ضد عمليات السمنة للأطفال؟ لا، مع عمليات السمنة للأطفال. ليه بقى؟ بصي، الفكرة كلها إن الناس دايما لما بتبص تقول ليه نعمل عملية لطفل؟ ما هو ممكن يتغير ليتر اون وحياته تتغير وما يحتاجش العملية. عند أوزان معينة وحالة نفسية معينة بيبقى الطفل ده أكتر حد محتاج للعملية. يعني الناس لو قعدوا هنا في مكاني وشافوا لما يجي طفل مامته أو باباه يقولوا هو بطل يروح المدرسة من التنمر اللي بيشوفه، هيعرفوا قد إيه الاسترس النفسي اللي الطفل ده فيه. ولما بتشوف الطفل ده لما خس وحياته بقت كويسة ونفسيته بقت كويسة، كم السعادة وكم الابريشيشن اللي هو بيقوله، الامتنان اللي هو بيقوله، هو قد ايه فرحان وقد ايه ثقته في نفسه رجعت، هيفهموا ان العملية في الوقت ده مش بس عشان تجنبوا حاجة زي السكر ومقاومة الانسولين والكلام ده كله، عشان حالته النفسية في المقام الأول، الصحة النفسية اللي جواه، عشان لما يكبر يطلع سوي وكويس. فعملية السمنة للأطفال كويسة جدا، بس لازم تختار الطفل اللي ينفع معاه العملية، يعني لازم عنده درجة من الوعي والتمييز، ويكونوا أهله سبورتيف جدا معاه عشان يقدر يحافظ على العملية. شكرا.